واحد. واكيد الحين معنا اتصال من امين سر ديوانية شعراء النبط ومديرها السيد نصار سطام الخمسان. حياك الله استاذ نصار. يا هلا بك والله. يا هلا مرحبا، مساك الله بالخير وحياك الله في برنامج وطني الكويت. يا هلا بك وسعد الله مساكم، ونقول لاهل الكويت جميعا كل عام وانتم بخير ومبارك عليكم الأعياد الوطنية، والله يعيدها بكل خير ومحبة. آمين وياكم إن شاء الله دوم بصحة وعافية. ممكن تكلمنا عن اهتمام وما قدمه لديوانية الشعر النبط؟ أول شيء ما في شك أني أول شيء أتشرف بنتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد جابر الصباح حفظه الله ورعاه، وإلى الشعب، إلى الأسرة الكريمة آل الصباح، وإلى الشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير، ونقول للجميع كل عام وانتم بخير وأسأل الله يحفظ الكويت. اللهم آمين. أما بالنسبة لديوانية شعراء النبط فإنها مثل ما قلت لكم تأسست عام 1977 في بادرة كريمة طيبة من الشيخ جابر الأحمد جابر الصباح رحمه الله، وكان أول رئيس لها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، الذي قدم لا شك الكثير لديوانية شعراء النبط وللشعر النبطي وكافة للشعر عموما يعني. نعم. حيث أنه كان أول رئيس لديوانية شعراء النبط 77، اهتم فيها، وضع أساسها، وضع أركانها، دعم الشعراء، وكان الدعم حقيقة الدعم القوي للشعر النبطي. وأقدر أقول أن من اهتمام سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وصاحب المبادرة الطيبة الشيخ جابر الأحمد في تأسيس ديوانية شعراء النبط كانت الانطلاقة الحقيقية للشعر النبطي من دولة الكويت عام 77 كان اهتمام في الشعر النبطي بفضل صاحب السمو الشيخ مشعل، حيث كان اجتماع الشعراء من الخليج كافة، وكانت شعلة نشاط في ذلك الوقت. يعني انطلقت الساحة الشعبية في بوادر الكريمة الطيبة من صاحب السمو الشيخ مشعل، وكانت من ديوانية شعراء النبط. لا شك أنه يعود لها الفضل الكبير في هذه البوادر الطيبة الجميلة الكريمة من سموه للشعراء وللشعر النبطي آنذاك. جميل. ودنا نتكلم سيد نصار عن دعم سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لكم يعني في ديوانية شعراء النبط، شلون كان يعني من دعم نفسي يعني؟ ما في شك، يعني أنا عاصرت طال عمرك من عام 77 ومن اهتم في الشعر، اهتم في ديوانية شعراء النبط، كان رئيسها وضع القوانين. للحين احنا نمشي على قوانين حطها صاحب السمو والله يجزاه خير، اهتمام في الشعر، الشعراء حفظ حقوقهم. طبعا في بادرة كريمة من الفتوى والتشريع لهم في ديوانية شعراء النبط، لها قانونها، لها قواعدها، أسس أركانها، كان داعم قوي الله يحفظه للشعراء وكان يهتم فيهم. في الحين أنا أذكر لك أن في زيارته الكريمة لنا العام أول العام الله يطول عمره، أول العام تحدث سموه عن الشعر النبطي وعن الشعراء ودورهم، وتحدث عن السوشيال ميديا وما المشاكل اللي تحدث في تويتر والمشاكل اللي تحصل بالسوشيال ميديا. السوشيال ميديا. نعم. طبعا في كلامه السامي لنا قدم مسابقة وحدة وطن. نعم. تحدث فيها الشعراء وشاركوا فيها شعراء كبير، وحدة وطن، حيث أن شارك فيها شعراء شاعرات تتكلم عن وحدة الشعب الكويتي كافة بكل أطيافه بكل المجتمع. حققت حقيقة نجاح ووضع لها الجوائز، وكانت هذه القصائد ومثابة رسالة للمجتمع الكويتي كافة. طبعا بوادر الشيخ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد كريمة وطيبة في الشعر النبطي وديوانية شعراء النبط. نعم. كان مهتم فيها. عندما يزورنا في رمضان يسأل عن الشعراء القدامى، يسأل عن الشعراء، يتحدث إليهم ويسأل عن أحوالهم، يعرف الجميع، وكان يشاركنا الله يطول عمره في رقصات فريسلي وفي العرضات، ويتحدث عن الشعر. عموما له اهتمام كبير ويعود الفضل له، الله يطول عمره وعسى الله يحفظه. اللهم امين. اكيد هذه من ناحيه المبادرات. الحين نبيك تكلمنا اكثر عن يعني الطرائف اللي تصير من سيدي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح معاكم في الديوانيه. طبعا ما في شك ان زيارته الكريمه يبادلنا الحديث ويسال، وكان مثل ما قلت لك كان يشاركنا في الرقصات الشعبيه. نعم. ويسال عن الشعراء الكثير، يعني ما يطلع على بالي بهذا، ولكن
يسأل كثير. يعني أنا في أقول لك الحين في حديث مرة احنا قبل الثمانينات اجتمع ويانا طال عمره عن في اللجنة، احنا اللجنة العليا يسمونها. نعم. وحدثنا يقول الحلقة اللي طافت الأسبوع اللي طافت كانت هذه الحلقة معيودة مو جديدة، ليش يعني؟ ليش عادوها التلفزيون؟ هذه قديمة. قلنا لا طال عمرك. المهم عندنا في حمد العزب الله يرحمه كان ويانا، قلنا نسأله لأنه هو المقدم البرامج وياه. قال الإعلام ما جاء منها تقصير ولا شيء، ولكن من ربنا احنا مجموعتنا مقدمين ما قدموا حلقة في نفس الوقت. التلفزيون الله يجزاهم خير قدموا حلقة قديمة. نعم. أعادوها. المهم نظرا لأنه قال أنا حقيقة ما تابعتها، اللي بلغني صاحب السمو الشيخ جابر كان يتابع الحلقات أول بأول. ما شاء الله عليه. قال الإعلام ما فيها شيء. قال لا من ربنا احنا ما قدم الحلقة. شوف إن الاهتمام الحكام في ديوانية شعراء النبط أو الشعر النبطي واهتمام بالشيخ مشعل في الشعر خلى له يعني مستوى على الخليج. أكيد. احنا في ديوانية شعراء النبط تجينا زيارات من الخليج ما شاء الله، يطلعون نظام الديوانية أحداثها كذا طريقتها، لأنها صح حقيقة ديوانية شعراء النبط هي الأولى من نوعها يعني في الخليج أو الوطن العربي عموما. صحيح. مبنى على شكل خيمة وعلى شكل تراثي، وكانوا الحكام يزوروننا كل رمضان. نعم أكيد. هذا النجاح أكيد ينعكس على نبط ديوان الشعراء. شعر النبط يعني ما في شك هو نجاح الشعر النبطي. يعني أقول لك النبط يعني ما في شك هو نجاح الشعر النبطي. يعني أقول لك إن عام يعني الشعر النبطي موجود احنا نتكلم عنه. صحيح. ولكن في 77 البادرة من الشيخ جابر ورئيس ديوانية شعراء النبط الشيخ مشعل أحمد جابر الصباح الله يحفظه كان له دعم. اهتمت الناس، اهتمت الجرايد الصحافة في ديوانية شعراء النبط وفي الشعر النبطي. انطلق من ديوانية شعراء النبط يعني الساحة الشعبية. أنا أقول لك احنا انطلقت الساحة من 77 إلى الأفق إلى الإعلام يعني أكثر. ما شاء الله. هذا المقصد منه يعني. وهذا بفضل حكامنا الأوفياء الطيبين اللي فيهم كل حب لمجتمعهم ولوطنهم. وهني أنا أقول لك بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير يوم الغزو الغاشم الصدامي العراق الله لا يجزيك الأيام. نعم. يوم أسود، يوم يعني علينا أن الشعب الكويتي أن ننتبه للجميع الحقيقة، وأن يلتفت الشعب الكويتي يذكر ذيك الأيام ويتذكر شلون يوم ضاع وطننا. علينا أن نتكاتف ونوقف ويا قيادتنا تحت حكامنا الأوفياء الطيبين، وأن الشعب الكويتي ما في شك أنه كريم وطيب. علينا نتذكر ونتمسك في وطننا حيث ما لنا وطن غير الكويت يعني. أكيد أكيد. علينا أن في حب الوطن حقيقة يعني نبتعد عن المهاترات، وحكامنا طيبين أوفياء والشعب الكويتي ما في شك كله طيب يعني. أكيد. ولكن الله لا يعيد ذيك الأيام يوم الغزو أن الوطن يوم الراح ما لنا وطن غير الكويت. أكيد اللهم آمين. والله يديم علينا حكامنا. كل الشكر لك. أنا أقول لك لا يطوف لي هني نشكر وزارة الإعلام حقيقة. وزارة الإعلام على رأسها وزير الإعلام. عندنا حقيقة وزارة الإعلام يعني بادرة بكل البوادر الطيبة وقدمت أشياء حقيقة يعني من وزير الإعلام ووكيل التلفزيون ووكيل الإذاعة. حقيقة نجاح من نجاح إلى نجاح. الحمد لله. امين. يعطيك العافيه. الله يجزاكم خير. الله يخليكم. وعساكم من عوادة كل عام ان شاء الله اجمعين ان شاء الله. اكيد كان معنا امين سر ديوانية شعراء النبط ومديرها. كل شكر لك. الله يسلمكم. والله مشكورين. يعطيك العافيه السيد نصار الخمسان. الله يعافيكم والف شكر وتقدير. يا هلا ومرحبا.